الشبك صنع في مصر في 887 هجرية ووضع في 888. شو مكتوب هنا؟ أنشئ في عهد السلطان النصر أشرف قايتباي 888 1483 هجرية. نبي ندخل داخل الحجرة وشوف الواقع من الداخل. خلها تجي هنا يا ابوي، جيبها هنا من الأمام، خلها تجي هنا، جيبها هنا. شوف الحقيقة من داخل، يمكن أول مرة تشوفون الصور هذه داخل الحجرة النبوية من الداخل. بفتح الباب هذا يسمى باب السيدة فاطمة رضي الله عنها. نبي ندخل من الداخل شوف الحقيقة الآن، لأنه كثر الكذب والدجل بالإنترنت والجوالات صور بأنه هذا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ودجال يطلع يقول لك هو خادم الحجرة. لا يوجد خادم الحجرة إلا الرئاسة، شؤون الحرمين. حنشاهد الآن الوضع من الداخل، شوف الحقيقة الآن. ينفتح الباب، شوف لما فتح الباب شوف الواقع، وصور من الداخل. دخلنا مثلك مثل أي رئيس دولة إذا أراد الدخول من الداخل، وإحنا كموظفين ندخل عملية التنظيف من الداخل. إلى أن دخلنا إيش تشاهد أمامك؟ بلاط رخامي قديم من عهد الملك فيصل رحمه الله، محراب يسمى محراب فاطمة رضي الله عنها، خلفه موجود صندوق أو سرير فاطمة رضي الله عنها. حنشاهد وما هو سر هذا السرير. نبي ندخل من هنا، نبي ندخل من هنا، حنتجه نشوف المواجهة الشريفة، الروضة خلف الشبكة هذا. احنا متجهين من هنا ثم ندخل مع الباب ثم نيجي للمواجهة. شوفوا الآن، ها انفتح الباب، شايفين؟ اللي بيصور يصور يا اخوان، هذه أشياء يمكن أول مرة تشوفها، واللي بيصور يصور. شوف دخلنا من هنا، وضحت؟ لاحظ ايش تشوف قدامك؟ ستارة خضراء صح ولا لا؟ مغطاة بالجدار هذا. الجدار هذا اللي هو هذا شايفينه؟ هذا جدار بناه عمر بن عبد العزيز رحمه الله، مغلق مصمت ليس له باب، ارتفاعه 6 أمتار ونصف من حجارة الحرة السوداء مربعة الشكل مشابه لحجارة الكعبة المشرفة. وضحت؟ لاحظ موجود هنا صندوق، هذا يسمى صندوق الصندل. هذا احنا وقت تنظيف من الداخل نحرك يمين ويسار، لكن مدخلينه وغطينه بالستاره. هذا كان يطيب فيه من طيب الصندل من الداخل. حنتجه للمواجهه الشريفه. شوف الحقيقه، شوف الان، شوف الان. الستاره جددها الملك فهد عام 1406 هجريه الى وقتنا الحاضر، القديمه كانت من عهد الملك عبد العزيز 1370. شوف هذه المواجهه الشريفه، انت تسلم من الخارج وهم يسلمون من الداخل. وضحت؟ وش تشوف قدامك؟ لاحظ، شوف الستاره هنا، الدائره الاولى، الدائره الثانيه، الدائره الثالثه، صح؟ اللي يجي بالمواجهه ويناظر من الداخل يجد الدوائر ظنا منه انه هذا قبر الرسول عليه الصلاه والسلام، وهذا ابو بكر وهذا عمر رضي الله عنه. يقول لك انا شفت قبر الرسول. يا اخي العزيز، هذه الدائره محاذاه للوجه النبوي الشريف هنا، والثاني محاذاه لابو بكر رضي الله عنه، والثالثه محاذاه لوجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حنشاهد الان سرير فاطمه وشوف ما هو سر هذا السرير او الصندوق. شوف الواقع، وهذه الحقيقه من الداخل. يعني انت ما تشوف شيء، انت تسلم من الخارج وهم يسلمون من الداخل مثل المدرسة. هل معناه أنا دخلت حوش المدرسة إني دخلت فصول الإدارة؟ هذه نفس الطريقة. هذا شوف، هذا سرير فاطمة رضي الله عنه، وهذا كانت توضع فيه المجوهرات والهدايا التي تأتي من بعض السلاطين والحكام العثمانيين. مع آخر حكام العثمانيين عمر فخري باشا أخذت جميع المحتويات بالقطار إلى تركيا وتعرض بالمتحف في تركيا. هذا خلف المحراب اللي شاهدناه. حنعيدها الآن من جديد، نعيده من جديد، اللي ما شاف يشوف. إلى الوقت الحالي موجود. ها وين موضح الآن؟ شوف هذه أول شيء نوضح القبور المكذوبة مثل اللي منتشر بالإنترنت. هذا شايفينها؟ هذا في تركيا، هذا في فلسطين. بعدين بندخل داخل الحجرة ونشوف ليش الوضع داخل الحجرة. شوف الآن، شوف هذه كلها صور مكذوبة. هذه الصورة تباع بأكثر من $30 أمريكي. في باكستان صور. لا، في صور كثيرة، لكن احنا جينا نوضح الحقائق حقيقة حتى الناس تعرف الحقيقة ويعرفون، يكونون على علم، ما ينضحك عليهم. شوف هذه باكستان. شوف هذا المنتشر عند اللي قلت عليه الرجال معلقة جنب. هذه تخطيطا النساء من جهة الروضة، الرجال يدخلون من باب السلام، يقفون أمام المواجهة الشريفة ويسلموا على الرسول عليه الصلاة والسلام وصحبه رضوان الله عليهم، ويخرج من باب البقيع.
حنشاهد الان، بندخل مع الباب ذا يسمى باب السيده فاطمه. اي شوفك ان شاء الله، إن شاء الله. من بيننا اتصال إن شاء الله، إن شاء الله. الله يرضى عليك. حندخل الداخل الان، حنشاهد الان. هلا ابوي، حندخل من الداخل دقيقه واحده.